دول الخمس بنات اللي معانا النهارده. انا بس عايز ابص انتوا جايبيني كده كويس. طيب دول الخمس بنات، يا ريت المخرج الطيب استاذ شريف احمد سمير يعمل لنا زوم شويه عليهم، وهنتكلم عن ضوابط الحجاب الشرعي دلوقتي بس على الملكنات. ومش عايزين نتهم كل بنت من اخواتنا اللي واقفين دول ان هي بتتدلع او ان هي اخلاقها وحشه فلابسه كده. هنقول حسن ظن للمسلمين ان هم ما يعرفوش، وعشان ما يعرفوش تعالوا نشرح مع بعض فين الغلطات في الحجاب ده وازاي يتصحح. اختنا الطيبه اللي واقفه دلوقتي، انتوا كده شايفيني في الكاميرا، اختنا الطيبه اللي واقفه دلوقتي لابسه بنطلون. يا جماعه اي حته ربنا قال تتستر في الحجاب المفروض تتستر لانها فتنه. فالحته دي لو ربنا قال عند البنت تتستر تبقى الحته دي فتنه، لو الحته دي ربنا قال تتستر عند البنت تبقى فتنه، لو الحته دي الحجاب لازم عليه يبقى الحته دي فتنه. الوش مختلف عليه واتكلمنا في الموضوع ده. فما ينفعش ابقى انا محجبه على الحته دي وبعدين وصفها. ولو انا طلعت دلوقتي قدامكم بباضي هيفرقع عليا وماسك عليا، انتوا ممكن تستفزوا من شكلي شويه. شوفوا خدوا بالكم من البنت دي، هي طيبه شكلها ستايل قوي، وانا موافق ان شكلها ستايل، بس زي ما قلت لكم برضه الكذب حلو والغش حلو، وفي بعض الاوقات بيطلع من مشاكل، ومش كل حاجه حلوه تبقى صح. البنطلون ده يا جماعه ينفع تقابل بيه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ينفع البنطلون ده يا جماعه كده تروح عند ربنا عز وجل؟ عارفين فين المشكله؟ في ايه في القران تخوف قوي بتقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كانت فاكره نفسها ان هي خدت خطوه كبيره، وهي خدت خطوه كبيره، ان هي كانت كل ده ممكن يبقى نصه عريان، بس لما جت تغطي غطت بالحجاب اللي هي بتحبه مش اللي ربنا بيحبه. فللاسف الشديد ممكن تتحاسب لانها بالمنظر ده. انا اي حد يبص على المنظر ده يا جماعه، رايكم ايه يا جماعه لغايه هنا؟ على فكره انا اول مره اعمل الموضوع ده، شكلي مش هعمله تاني. رايكم ايه في الحته من اول دقنها لغايه بطنها؟ مرسومه الحته دي ولا مش مرسومه يا جماعه؟ الحته دي. رايكم ايه في البنطلون يا جماعه؟ الحته دي مرسومه ولا مش مرسومه؟ سامحوني انا كل شويه ببص على التلفزيون كده عشان اشوف الكاميرا جايبه ايه. الحته دي مرسومه ولا مش مرسومه؟ هي فاكره ان هي دراعاتها كده مش مرسومه، لابسه واسع. انا شايف حجم دراعك قوي، وشايف حجم المنطقه دي، وشايف حجم المنطقه دي. فين الحجاب؟ عايزين نبارك لك على الطرحه الحلوه اللي انت حطاها، بس خايفين قوي ان احنا يجي يوم القيامه يتقال لك فين حجابك. ستايل ده مشهور عند بنات الجامعه وعند البنات الكبار، بادي على بنطلون. ممكن انا اسف يعني لو شلنا لها البتاع الطرحه دي نقول ان دي بنت مش محجبه ولابسه شال عشان الدنيا برد. ايه الفرق ما بين حجابها وعدم حجابها؟ ارجوكي محتاجه حاجه من فوق لغايه تحت لغايه هنا، ويا ريت ده يوسع كمان شويه. محتاجه حاجه من فوق تستر تفاصيل الجسد ده، محتاجه حاجه من فوق تستر مفاتنك. مفاتنك حلوه حلوه للشباب والبنات بيحبوا يقلدوكي، فارجوكي خدي بالك من مفاتن جسدك. نيجي لاختنا الثانيه. اختنا الثانيه كانت فاكره ان هي علشان مغطيه المنطقه دي، يا رب ما تزعلوا مني، يا رب قدرني وما زعلش الناس بقله خبرتي. هي فاكره انها مغطيه المنطقه دي كده، فتغطيتها للمنطقه دي انا مغطيه المنطقه اللي المفروض تتغطى. لا انا مش ماشيه والبنطلون باين من فوق عليا، بس هي مغطيه. متخيلين المنظر ده عامل ازاي؟ واحد يقول لي ما تتكلمش كده، خليك مؤدب، بالك بتشاور كده. يا جماعه بنشوف الحاجات دي على الحقيقه، دي حته خشبه. بنشوف الحاجات دي على الحقيقه من قدام ومن ورا ومن فوق ومن تحت، والشباب بيستثار والبنات بتحب تقلد الستايل ده قوي. مشهور قوي الستايل ده، مشهور قوي ان الواحده تبقى لابسه حاجه طويله كده. طب اسالكم سؤال، الفخذ ده مش فتنه يا جماعه وربنا امر بتغطيته؟ والبنطلون وصفه قوي كده. وبعدين ايه دي؟ دي الودن. الودن دي ساعات بينزل منها حلق، احنا ما عرفناش طبعا نركب لها حلق، بينزل منها حلق عشان يبقى شكله ستايل مع الطرحه ومع البادي ومع طبعا حزام الوسط ده طبعا رهيب يعني مرعب، بيقسم الوسط وبيقسم وراسم المنطقه دي كلها. وبعدين يا بنات لغايه امتى هنشارك ربنا في حكمه؟ هو بيقول وانا بقول، هو امره وانا رايي. ده شكله ستايل جدا، وربنا بيحب الستر. ستايل ستر، مشيها الاثنين. احسن من غيري، احسن من غيري دي مش كلمة المحبين.
احسن من غيري، دي كلمه يعني انا عملت عملي اكتر من كده. اللي بيحب بيعمل اكتر من المطلوب منه. كان المفروض البنت دي اللبس ده يبقى واسع والحزام ما يتربطش كده عشان ما يجسمش وسطها. ايه ده؟ ما ده جزء من جسمها لازم يبقى مستور. دراعها باين قوي قوي، مشهور قوي اللبس ده. وخدي بالك من رجليكي اللي باينه جدا ومتجسمه عليها. نخش للمثال اللي بعديه. طبعا ده يعني مشهور جدا، تشوفوا كل بلادنا العربيه والاسلاميه. بادي هيفرقع. البادي اللي هيفرقع ده تحتيه توب. هي مطمنه. عارف مطمنه ليه؟ عشان التوب ده طويل. فلما لبست لبس طويل، انا مش بلبس محزل زي البنات اللي بيلبسوا باديهات على جينزات، انا لابسه لبس هو طويل عليا. طب ممكن اسالك سؤال؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الحته دي ما تفتنش عند البنت يا جماعه. الحته دي ما تفتنش عند البنت. الطرحه طبعا الربطه دي معروفه جدا. احنا طبعا اولا لازم البنات يعذروني اذا كنتوا انتوا بتقعدوا نص ساعه قدام البتاع المرايه تقعدوا تربطوا، فانا واصحابي الرجاله اللي رابطين دي، فيعني لو طلعت اوت معلش سامحونا يعني. ايه رايكم في الربطه دي؟ طبعا لازم. وطبعا الرقبه دي يا جماعه لازم تتغطى. هو احنا ربنا؟ احنا ربنا اللي بنقول افعل ولا تفعل؟ هو احنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ احنا اقل من كده يا جماعه. احنا مش النبي، واحنا ما نقارنش نفسنا بربنا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. حب ربنا أكتر من نفسي ومن عيالي ومن أهلي ومن روحي ومن الدنيا كلها ومن الجنة كمان. أنا عايز ربنا يبقى راضي. الرقبة لازم تتغطى، والحلقة اللي هينزل من هنا يبقى مخليكي ملفتة قوي وانت ماشية. البادي يا جماعة شكله مش حلو، لا شكله ستايل. شكله ستايل بالنسبة للولاد وبالنسبة للبنات. دي جسمها جامد جدا، شكلها حلو جدا، والله مسابقة ملكة الجمال، ملكة جمال الكون، زينة المرأة الحجاب. يا ترى الملائكة اختاروا مين النهاردة؟ يا ترى ممكن يختاروا واحدة زي دي؟ ايوه ممكن يختاروها، بس بكرة لما اللبس ده يوسع والبادي ده مبقاش محزق كده، والبنطلون ده يتغطى لغاية تحت بحيث يبقى الحتة اللي باينة منه حتة واسعة. ربنا ياخد بإيدينا ويهدينا. ممكن نخش على أختنا اللي بعدها، المصورين. طبعا يعني بص بقى، ده مشهور جدا الستايل ده. بادي. يعني ايه بادي؟ بادي يعني جسم. يعني ايه بادي؟ يعني حاجة مقسمة على الجسم قوي، ماسكة في الجسم قوي، حاجة مجسمة شكل الجسم قوي. ده بادي. طبعا ساعات ده بيبقى عامل كده بعد اذنكم. ده بادي. البادي ده ماسك في الجسم الوان. طبعا يعني في بعض البلاد العربية الالوان دي ملفتة جدا، طبعا باين انها ملفتة قوي. بعض البلاد مش ملفتة، الله اعلم، بس انا حاسس ان اللون ده ملفت. مش موضوعنا يعني. لكن خدت بالك من ايه ده؟ حد عارف حجم دراع البنت دي يا جماعة؟ والدراع المفروض يتغطى لغايه هنا. لو احنا اتكلمنا في النقاب والحجاب، لو قلنا ان احنا ينفع نبين ايدينا، يبقى لغايه هنا لازم اللبس يكون واسع. حد واخد باله من الموضوع ده؟ تصدق حلوه الجيبه دي كوسع. يا سلام لو كانت الحته دي حجمها ما بانش. حد واخد باله من حجم الحته دي؟ يا ريت الكاميرا تيجي على ايدي. حد واخد باله من حجم الحته دي؟ الحته دي هي الوسط. انا هبعد بس ايد ممكن المسهم براحتي يعني. الحته دي الوسط. هي حاسه ان هي عشان لابسه جيبه واسعه، جيبه بنطلون واسعه كده، ان هي كده مش مجسمه نفسها. طب ايه ده؟ هي الجيبه ماسكه فين يا جماعه؟ بنطلوني اللي انا لابسه ده ماسك في وسطي. الجيبه دي ماسكه في الوسط ولا لا؟ الوسط ده بيتحجب ولا الوسط ده من الوجه والكفين؟ ويا ترى لو واحده ماشيه حجم وسطها باين، هل ده صح ولا غلط؟ ويا ترى المنطقه دي تفتن ولا ما تفتنش؟ ويا ترى من فوق كده من لغايه اول دقنها لغايه تحت؟ ويا ترى لو الشرب ده كان طويل وساتر وكان كده، بس برضه مش عندنا مشكلة الدراع متجسم. ما تيجي نوسع اللبس ده احسن. على فكرة اللبس ده ينفع يتلبس، بس يبقى فوقيه حاجة ستراه. يبقى فوقيه حاجة ستراه كده بحيث ما يبقاش في حاجة باينة في تفاصيل جسم البنت. يا رب ياخد بايدينا. احنا قدامنا قد ايه على الفصل؟ انا بسأل المخرج دلوقتي عشان اكمل. انا عايزكم بقى تاخدوا بالكم من ايه رأيكم في المايو ده او الفستان ده؟ انا اسف لغاية هنا كده. ايه رأيكم في المنظر ده؟ عارفين لو الفستان ده يا جماعة من فوق والله شكله حلو، تصدق لو عليه من فوق حاجة كده طويلة لغاية هنا يبقى شكله حلو جدا. حاجة كده مقفولة، لون الفستان يبان من تحت. انا مش عارف انا بتكلم ده اكني مصمم ازياء. لون الفستان يبان من تحت، بس في حاجة طويلة عليه ومقفولة ومش مبينة التفاصيل. ايه؟ حد واخد باله من المنظر ده يا جماعة؟ طب حد واخد باله من البادي ده؟ حد واخد باله من قد ايه ماسك هنا؟ وبعدين يا جماعة،
وبعدين البنات. وبعدين يا جماعة لما يوم القيامة نقابل ربنا كده. وبعدين يا جماعة لما بقت بنات الجامعة أغلبهم بيلبسوا كده. وبعدين يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى يحطنا سبحانه وتعالى قدامه ويحاسبنا ويقول لنا انتوا ليه ما تحجبتوش زي ما انا بحب؟ هو كان في حاجة أحب ليكم مني؟ كنتوا بتحبوا كلام الناس وشكلكم وستايلكم، كل دي شهوات. كلام الناس ده مهم، حلو الناس تقول عليه كلام حلو، وشكلي قدام نفسي ده مهم، حلو ان انا احس بالثقة في نفسي، لكن في الاخر الله اغلى عندي من كل حاجة. انا حبيت النهاردة اقول لكم غلطات بتبقى في لبس البنات. ما بقولش ان البنات دول قلالات الادب وعايزين يبينوا جسمهم ويفتنوا الناس. عايز اقول ان البنات دول لو عرفوا هياخدوا الخطوة الصح. عايز ابارك لهم الخمسة لو النهاردة خدوا قرار ان من بكرة مش هينزلوا باللبس ده تاني. ممكن يشتروه لكن ده يتستر بحاجة طويلة، ودي تتستر بحاجة طويلة، ودي ما يبقاش ضيق عليها كده، ودي كده يبقى مبقاش في بروز في جسمها باين وماسك على وسطها والوسط باين، ودي ما تبقاش باينة كده من فوق كده اللبس بتاعها كده. شكله يا جماعة صعب قوي. لكن صدقوني لو غطت عليه حاجة، ما بقولش اللبس ده ما نشتراش، بالعكس يلا نشتريه بس نغطيه علشان ربنا يبقى راضي. الستير بيحب الستر. احنا خلصنا الفاصل ده